تكونوا فاكرين دي حاجة عادية، بس انا بالنسبة لي ان انتوا تاخدوا قرار ان انتوا عايزين تشوفوني تتفرجوا عليا، especially لو بتاكلوا حاجة وبتتسلوا وانتوا بتتفرجوا عليا. That's a huge compliment صراحة. ابدأ معاكم بتمرين كده بعمله بقالي فترة، يا ريت تعملوه معايا. اسمه روز باد ثورن. احنا عندنا وردة، فاحنا هنقسمها 3 اجزاء. روز اللي هي الوردة ذات نفسها، باد بالعربي اسمه برعم، ثورن اللي هو الشوك او الجزء اللي من تحت اللي في الوردة. روز الحاجة الحلوة قوي اللي حصلت في الاسبوع، اعمل التمرين ده على اسبوعي. الباد كانت الحاجة اللي هي ممكن potential تبقى حاجة حلوة تبقى حاجة وحشة، الله أعلم. ثورن هو الحاجة اللي كانت challenging، مش عايزة أقول وحشة، بس اللي هو كانت challenging يعني في الأسبوع. my rose الأسبوع ده كان إنه مش عايزة أبقى بحكي قصص، بس في حد قريب مني قوي هيتجوز، أقرب حد ليا actually. ف دي أكتر حاجة it blew my mind، وكان عيد ميلاد قريبتي اللي احنا اخوات اصلا. يا البد او البرعم اللي كان في الاسبوع ده، حاسه ان اكتر حاجه فيها potential في حياتي الايام دي هي اليوتيوب شانل. عارفين، مش عايزه اقول ان الناس بتراهن يعني على فشلي، بس انا ممكن اكون my own judge طول حياتي، ودي اصعب حاجه ممكن بني ادم يعيشها. يعني انا اللي دايما بحكم على نفسي، فاهمين؟ مش بستنى ان حد يحكم عليا. انا في حته من مخي هتتجنن بان في ناس تتفرج على ماي يوتيوب شانل تكتب لي كومنتس، والغريب ان في ناس ما تعرفنيش من اي حته، في ناس بس اول مره تشوفني هنا. That's crazy. That's crazy. my thorn او الحاجه اللي كانت challenging او الحاجه اللي حصلت مش الطف حاجه، كان في يعني a huge collaboration كان هيحصل بيني وبين براند بحبه قوي، كان براند انترناشونال، وفكس يعني لأسباب، بس اللي هو أسباب كلها مش من ناحيتي، من ناحيتهم هما، فزعلت جدا. بس في نفس اللحظة قلت الحمد لله مش نصيبي، عادي هيجي أحسن منه. أنا مكنتش عاملة حسابي إن ده هيجي، خلاص عادي زي ما دي جت هيجي غيرها، وربنا هو اللي بيرزق. أنا مفيش في إيدي أي حاجة كبني آدم، أنا بس بسعى. اوكي، حلو قوي التمرين ده عشان بيفكرني بكل حاجه، وانا اصلا ذاكره سمكه. اتمنى ان انتوا كمان تجيبوا ورقه وقلم تكتبوا كل الحاجات اللي حصلت لكم الاسبوع ده. روز باد ثورن. قبل ما ابدا الفيديو بتاع النهارده واجاوب على كل اسئلتكم الجوسي، مش جوسي قوي الصراحه، كنت متوقعه ان انتوا هتبهوأوا، بس اسئلتكم العميقه قوي. عايزه اطلب منكم in a friendly way تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وكومنت. انتوا الكومنتس بتاعتكم عامله شبه المورنينج تكست بالنسبه لي. عارفه ان دي حاجه ممكن تكون بائسه شويه، بس اعمل ايه والله العظيم احلى من اي مورنينج تكست جات لي في حياتي. يا لهوي، كنت عارفين هنسى ايه؟ كنت هنسى مشروبي. بص المج ده بجد مش ممكن، حاسه ان انا بقيت مج كولكتور في سن ال25، مش عارفه في ايه. انا بشرب ينسون عشان لو تتسائلوا. انا كنت طالبه منكم على الانستجرام ستوريز ان انتوا تبعتوا لي كل الاسئله اللي حاسين ان هي عميقه، وعايزين تعرفوا رأيي فيها، وحتى أسئلة عني وعايزين تعرفوا عني أكتر، واخترت 10 أسئلة هجاوب عنهم النهاردة. عايزة أبدأ بسؤال هادي بجد، وهو سؤال عني. حد بيسألني عندي كام أخ وكام أخت. عندي توتال 3 أخوات، ولدين وبنت، بس دلوقتي هما 2 عشان أنا في أخ من أخواتي اتوفى وأنا صغيرة جدا، اسمه كريم الله يرحمه. أتمنى أن انتوا كلكم تدعوا له. دلوقتي عندي أخ وأخت وولاد أخ وولاد أخت، ربنا يحميهم يا رب ويخليهم. تاني سؤال بيقول ليه ما نقدرش نقول مشاعرنا للناس بكل وضوح؟ ليه مجتمعنا فاكر ان المشاعر عيب؟ الشارع ابتدى يتجنن اول لما اتكلمنا في الموضوع ده، اتمنى انه اهدى. مجتمع جزء من الإجابة ولكن ليس كل الإجابة. احنا عايشين في مجتمع، بحس مش بعيب عليه ولا جاي انظر خالص، بس بحس ان مجتمعنا مش مشاعر فريندلي قوي، فاهمين؟ بصراحة مش عارفة احدد اذا كان مجتمعنا اصلا هو اللي شايف ان المشاعر عيب، ولا جيلنا، الجيل والتوقيت. يعني حاسة ان في culture او ثقافة كده دلوقتي انه ما فيش وقت للمشاعر، احنا هنشتغل وهنجيب فلوس وهنكسر الدنيا وهندغدغ الدنيا، بس مشاعر ايه وهبل ايه؟ ليه ما بنقدرش نقول مشاعرنا للناس بكل وضوح؟ انا شايفه ان ده ممكن يكون ليه سيناريوهات كتير قوي. اولا ان ممكن ان احنا اصلا بنتكلم مع الناس الغلط، يعني الناس اللي قدامنا ممكن يكونوا فعلا مش هيتفهموا مشاعرنا، هما مش اذكياء
اجتماعيا enough ان هم يتفهموا الكلام اللي احنا بنقوله. فاحنا كده بنفرغ مع الناس الغلط. تاني كيس انه ممكن يكون لو احنا في مشاعر عندنا تجاه الشخص اللي قدامنا، ممكن يكون بينا وبين نفسنا عارفين ان الشخص ده ما يستاهلش المشاعر دي فبنكبتها. بس overall انا بحس ان احنا في مجتمع وفي زمن مش مشاعر فريندلي خالص. وان المشاعر دي حاجة كرنج. احنا من ساعة ما طلعت كلمة كرنج والحياة باظت. لو اتأذيتي من صحابك جامد بس برغم كده هما دايما بيحسسوكي انهم ما عملوش حاجة وانك غلط وانك ايه وانك شايفة غلط. وانك شايفة غلط بتتصرفي ازاي. انا الموقف ده اتحطيت فيه اصلا بحذافيره مع 90% من الناس اللي كانوا في حياتي، وفي ناس منهم في حياتي ان انا ممكن اواجههم: جماعة ستوب، انتوا بتعملوا 1 2 3 غلط وبيضايقني، ويبتدوا ياخدوا دور الدفاع. هي دي المشكلة اللي احنا دايما بنقع فيها، وانا كنت واحدة من الناس. انا مش بقول ان انا ملاك ولا ان انا تحفة، انا واحدة من الناس كنت بقع في الغلطة دي، ان لما حد يجي يقولي انت بتعملي 1 2 3 بيضايقني وغلط، ببدأ اخش بدور المحامي اللي هو ستوب يا ابني، ستوب يا ابني، انا ما بغلطش اصلا. ده الكومن سنس بتاعنا كبني ادمين، ان احنا اوريدي اول حاجة بنعملها بنحط شيلد كده وبندافع، في حين انه ممكن يكون انت ما عملتش حاجه غلط في المطلق، بس غلط بالنسبه للشخص اللي قدامك، او الشخص اللي قدامك مش متقبلها، او ده مش مناسب ليه ما بين البني ادمين او في العلاقات. في الزعل بالذات لازم يكون البني ادم بيعرف يحتوي البني ادم اللي قدامه، ودي حاجه مش سهله على كل الناس، عشان زي ما قلت قبل كده، ودي حاجه انا بقيت مقتنعه بيها جدا مؤخرا، انه بجد مش كل الناس اذكياء اجتماعيا، ومش كل الناس هتوقع منها فكر ناضج مهما كان سنهم كام. حاسه ان كمان الجمله دي فيها جاز لايتنج كبير قوي، اللي هو انا باذيكي وبغلط فيكي بس انا بحسسك اللي هو انت كريزي، انت شكلك كريزي. احنا ما عملناش حاجه، احنا بجد ما عملناش حاجه، انت بجد بجد قموصه. انا عامه ما بقتش بستحمل الانرجي دي في حياتي ب2 جنيه ونص. عارفين لما تبقوا يعني انا اخدت على قفايا لدرجه ان انا قفايا ما بقاش مستحمل، فما بقاش عندي توليرنس خالص لاي تكسكه. بجد انا اي حد بيعمل اي حركه توكسيك ببقى بيب، بره بره، اتفضل اتفضل، مش عارف مكان الباب ولا ايه. فبصراحه حاسه ان في الموقف ده just leave. ولو تقدري ان انتي تواجهي قبل ما تمشي بانتوا عملتوا 1 2 3 وانا مش سامحه بيه وانا مش مبسوطه وانا همشي وكده، اتعلمت مؤخرا ان المواجهه والكلام 80% من الموفينج اون. يعني لو عرفتي تواجهي الشخص اللي قدامك اللي هو بيعمل ايه، هتعرفي بعد كده تتخطي العلاقه دي وتمشي من غير ما تبقي ستك، اللي هو ان انتي متعلقه او بيجوا في بالك او كده. هواجه وهمشي. رأيك في مقولة عدو صاحبي عدوي؟ عايزة أعرف رأيك قوي. 100%، 100% عدو صاحبي عدوي. ودي كان سبب ان في علاقات في حياتي صحابي انا ما عرفت ان هما مش صحابي بسبب موقف زي دي. هو يعني مثلا انا ليا حد ضايقني او عمل لي حاجه مثلا، وتيجي مثلا صاحبتي تقولي ايه، اصل هو ما عمليش حاجه، انا بتكلم معاه عشان هو ما اذانيش في حاجه، اصل هو ما اعرفش ايه. في مواقف في الحياه البني ادم ما ينفعش يبقى فيها نيوترال، ما ينفعش يبقى حيادي، علشان هو ده وقتك انك تاخد موقف عشاني. لو انت مش تاخد موقف عشاني يبقى انت مش صاحبي. بس شكرا. هل طبيعي ان الانسان لو مش في بيئة مليئة بالحب هيتولد جواه برود وهيستغرب لو شاف حالة حب سواء عائلي او عاطفي؟ من تجارب ومن علم شايفة انه اكيد طبيعي جدا ان البني ادم لو عاش طول حياته مش فاميليار بحاجة، وبعد كده رجع شافها فجأة، هيحس اللي هو ايه ده، غريبة، عشان هي ببساطة مش بيلت ان جوه، وهو محتكش بيها ومعرفهاش. زي مثلا let's say طفل اتولد اهله قرروا ان هم مش هياكلوه سكر خالص، لما يكبر ويلاقي ناس بتاكل سكر هيحس لو يعني ايه. اتمنى ما يكونش التشبيه بيقلل من المشكله، انا مش بحاول اقلل من مشكله حد، بس انا بحاول اوضح. انا حاسه ان الشعور طبيعي والاستغراب برضو طبيعي، بس في حاجه مشرقه او بد وبرعم في القصه دي، انه البني ادم شايف ده، انه البني ادم عارف ده وواعي. واعي يعني عارف فين المشكله حتى لو مش عارف حلها ايه. حد بعت لي سؤال من كلمه واحده بس،
وبجد حاسه ان السؤال بيتقالش غير كده. مرتبطه؟ لا. single and I'm not ready to mingle خالص. حابه اضيف حاجه كرنج. على فكره انا كرنج فري، انا ما بحسش بالكرنج نهائيا، وبقالي فتره كبيره في حياتي ما بتكسفش خالص اقول اي حاجه انا حاساها خالص. انا مره سمعت جمله عبقريه: الاحراج ده احنا بنحسه من الناس اللي برانا، علشان احنا بنكونسيدر وجهة نظرهم فينا، او احنا بنفكر في رأيهم فينا. فانا رأيي اي حد فيا رأيه مطلبتوش. فحابة اقول يا بخته اللي احنا بنبخته. وانتوا حاسين ان انا بتكلم بطريقة غريبة عشان انا ضرس العقل عندي وجعني، واصلا انا ما اقدرش، مش قادرة افتح بقي خالص، فخايفة اكون بتكلم بطريقة weird. بس عادي يعني، it's okay لو حسيتوا كده فعشان ضرسي وجعني. اكتبوا لي في الكومنتس الف سلام عليكي. حد سألني بتدرسي ايه؟ شكرا قوي ان انت فاكر ان انا لسه في الكلية، بس اكشلي انا خلصت دراسة بقالي، يا لهوي اصل في صورة الجراديويشن محطوطة جنبي. انا مخلصة دراسة من 2021، يعني فاضل كام شهر وابقى يا لهوي ابقى متخرجة بقالي 4 سنين. لو في حاجة هقولها لكم يا ولاد ان الوقت بيجري بجد، بس ما تخافوش عشان انا دايما الجملة دي بترعبني، it freaks me out بجد. بس لا يعني لا يعني اللي اقصد اقوله مش ان الوقت بيجري وخلي بالكم وبتاع لا، بس كل دقيقة في الحياة حسوها وعيشوها للآخر، ده اللي انا عايزة اقوله. فانا خلصت دراسة بقالي كتير قوي، بس انا درست في كلية آداب علم نفس جامعة اسكندرية. دي من اكتر الحاجات اللي انا فخورة بيها، علشان ده كان حلم حياتي ودي كانت كلية احلامي، والحمد لله الكلية فادتني في حاجات كتير قوي في حياتي، مع اني حتى مش بشتغل في المجال دلوقتي. بس لو يرجع بيا الزمن هدخل نفس الكلية تاني. عايزة اتقبل شكلي بعيوبي وما اخدش بالي من نظرات الناس، لان بعيش كل يوم في صراع لعدم مواجهة الناس. that's deep. الموضوع ده ممكن اتكلم فيه لساعات متواصلة. انا بحس ان علاقة البني ادم بشكله وبجسمه وبنفسه continuous progress. يعني ايه؟ يعني طول الوقت انت بتشتغل على العلاقة دي زي اي علاقة تانية. يعني دايما الناس تقعد تقول مثلا علاقات الجواز او علاقات relationships دايما بتاخد مجهود من الطرفين طول الوقت، يعني احنا مش هيجي علينا وقت ونبطل مجهود. انا بحس ان نفس الكلام بيمشي على نفسي. انا طول الوقت ببذل مجهود عشان علاقتي بنفسي. لازم تحط ايدك على المشكله فين، عشان في مشاكل بتبقى شويه سطحيه بس احنا مش واخدين بالنا. يعني في مشاكل بتبقى سطحيه في الموضوع ده، انه زي مثلا انا مش بلبس بالطريقه اللي مناسباني، مش مناسبه شكلي، او مثلا في حاجه في شكلي معينه مضايقاني وهي سهله ان هي تتغير فما اغيرها. يعني لو في حاجه هتخليني او هزودها هتخليني احس ان انا واثقه في نفسي اكتر، 100% اعمليها. لو المشكله ديب اكتر من كده نفسيا، فلازم تحطي ايدك على المشكله فين. بس ده ليه اسباب كتير قوي، وانا ما اقدرش اجادج اي حاجه على الكيس بتاعتك او كلامك. بس اتمنى ان انتي تشتغلي على ده كل يوم، وتقعدي مع نفسك تفهمي نفسك اكتر وتعرفي المشكله جايه منين اكتر، ان انتي تعدي المرحله دي وتوصلي لبر الامان. I think that's it. اظن ان انا كده جاوبت 10 اسئله. اعتقد كل مره بفتكر ان انا اقول، بس انا بنسى. انا بنزل فيديو كل يوم سبت، مفيش وقت محدد بقى. يعني لو عايزين وقت معين يكون الفيديو نازل فيه يا ريت تعرفوني. شكرا يا جماعه على كل كلامكم الجميل، انا بقراه كومنت. جبت مايك جديد علشان خاطر الفلوجز. ان شاء الله السبت اللي جاي هيبقى فيديو لذيذ جدا، علشان اصلا مش هيبقى هنا خالص، هيبقى برا اسكندريه. او عايزه اقول ان انا اي حد بيكتب لي كومنت حلو بدعي له، والله العظيم اول ما بشوف حد كتب لي كومنت حلو بقعد ادعي له. انا مركزه قوي ومذاكره، متنسوش تعملوا لايك وكومنت وسبسكرايب. اشوفكم السبت اللي جاي، مع السلامه. اشربوا لكم شويه ميه.